السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض العيش الفينو. طبعا يا جماعة زي ما احنا عارفين الدقيق غالي قوي، وكمان الفينو غالي قوي بره، فأحسن حاجة بقى ان احنا نعمله في البيت. طريقته سهلة يا جماعة، مش صعبة خالص للناس اللي بتقول اني عك وكده. لا طبعا هو مش عك خالص، وسهل خالص، وكمان موفر جدا. تعالوا نشوف هنعمل بكيلو دقيق كمية قد ايه. شايفين يا جماعة انا عملت كل كمية العيش الفينو ديت من كيلو دقيق. شايفين؟ وكمان طالع بسم الله ما شاء الله. شايفين هشي جدا ازاي؟ وكمان قطني جدا. شايفين؟ طبعا مش مكبوس خالص، اهو زي ما احنا شايفين كده هشي جدا معانا، وكمان مش معجن، مستوي كويس. تعالوا بقى نشوف عملنا العيش الفينو الجميل دوت ازاي. يلا بينا. قبل اي حاجة هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجه هتكون عندي هنا هي المقادير. عندي كيلو من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من اللبن البودره، عليهم كمان معلقتين من السكر، معلقتين من الخميره، وكمان معلقتين من الخل، وعندي كيس بيكنج باودر، ربع كوبايه من الزيت، 2 كوبايه من الميه. لو حابين نستبدل اللبن البودره بلبن عادي سايب، يبقى كوبايه من الميه مع كوبايه لبن، او كوبايتين لبن ونلغي الميه خالص. ماشي يا جماعه؟ تعالوا بقى نشوف الطريقه هتبقى ازاي. يلا بينا. اول حاجه هنجيب بوله كده او طبق، هنحط فيها الميه بتاعتنا، وكمان ننزل عليها كل المكونات الجافه ديت مع بعض، اللبن البودره مع السكر مع الخميره، وهنحط عليها كده كام معلقه من الدقيق، يعني حوالي 3 4 معالق او 5، منكترش عن كده. وهنبدا بقى نقلب المكونات اللي احنا حطيناها دي كويس جدا كده مع بعض بالشكل ده. كده هنقلبهم. طبعا يا جماعه حتى لو فيها تكتلات من الدقيق كده صغيره عادي، احنا كده كده لسه هنعجنها تاني، بس اهم حاجه نقلبها كده يعني هو كويس كده. وبعد كده هنغطيها بقى، نسيبها لغايه لما تعلى كده او تخمر، ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه تاني. شايفين يا جماعه؟ سبت الخميره بتاعتي لغايه لما خمرت بالشكل دوت. دلوقتي بقى هنجيب هنا الدقيق اللي احنا لسه ما عملناش في حاجه، وهنحط عليه رشه صغيره كده من الملح، اهي رشه بسيطه كده. وكمان نجيب عندنا كيس البيكنج باودر. هنقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض. خلي دلوقتي يا جماعه، مش هنضيفه دلوقتي. الاول نقلب المكونات دي كده كلها مع بعض، وبعد كده هنروح منزلين الخميره بتاعتنا على الدقيق. شايفين؟ طبعا احنا حطينا المكونات كلها هنا في الطبق دوت، ما عدا بس الخل والزيت والملح والبيكنج باودر، ضفناهم على الدقيق. بعد ما ننزل بقى الخميره على الدقيق، هنروح بقى ضايفين هنا معلقتين الخل. شايفين يا جماعه الفوران اللي حصل دوت اول ما حطيت معلقتين الخل على الخميره. بصوا بقى هنقلب بقى كده كويس. بعد ما نقلب بالمعلقه بقى هنبدا ان احنا نعجن كويس بايدينا. خليكم يا جماعه ماشيين على الخطوات ديت بالظبط، وان شاء الله باذن الله هيطلع معاكم ناجح ومظبوط زي ما طلع معايا كده بالظبط. لو حبيت طبعا نعمل نص كيلو هنعمل نص الكميه، يعني نص كيلو دقيق هنحط من كل حاجه معلقه، من لبن البودر، من السكر، من الخميره، كل حاجه هنحط منها معلقه. هنحط معلقه من الخل طبعا، الربع كوبايه الزيت ديت، دول حوالي كده بتوع 8 معالق او 9 معالق زيت. فلو نص كيلو يبقى ممكن نكتفي ب4 معالق زيت بس. وطبعا كوبايتين الميه هيبقى كوبايه واحده. بصوا هنا يا جماعه الدقيق بتاعي يحتاج ميه، طبعا على حسب نوع الدقيق بتاعكم. انا الدقيق بتاعي يحتاج ميه، ممكن الدقيق بتاعكم ما يحتاجش ميه، فخدوا بالكم. عشان طبعا كلنا عارفين يبقى على حسب نوع الدقيق، في دقيق بيشرب ميه كتير، في دقيق مش بيشرب ميه كتير. شايفين بقى؟ هو كده خد حوالي كمان بتاع نص كوبايه ميه او اقل كمان يا جماعه. وخلاص بقى كده بعد ما عجنت كويس بقى كده، طبعا لسه العجينه بتاعتي ما لمتش اهيت، ورحت حاطه ربع كوبايه الزيت. ونسيت اقول لكم ان البيكنج باودر مش هناخده كله، دول الكيس كله حوالي معلقتين كده صغيرين، احنا هناخد معلقه واحده بس لو عملنا نص كيلو. شايفين بقى العجينه بتاعتي كلها لمت ازاي من الطبق وكمان من ايدي؟ شايفين؟ بصوا بقى الملمس بتاعها عامل ازاي. بصوا ما تكونش طريه وما تكونش ناشفه، تكون بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. دلوقتي بقى هنغطيها كده ونسيبها لغايه لما تخمر.
هسيبها تخمر وبعد كده نكمل. عندي هنا العجينه بتاعتي خمرت اهيت بالشكل دوت. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هجيب بقى صينيه كده هدهنها من الزيت. بصوا انا نزلت عليها العجينه على طول، بس هي المفروض ان انا ادهنها الاول عشان بس العجينه ما تمسكش في الصينيه. هي ما شاء الله خمرانه كويس اهيت، وكمان العجينه ملمسها حلو قوي، فالحمد لله ما مسكتش. بس انتي برضو ايه، ادهني السطح بتاعك اللي انت هتقطعي عليه سنه من الزيت الاول. بصوا بقى هنقطعها كور صغيره كده. هنحاول نقطع العجينه ديت شايفين يا جماعه بحجم الليمونه الكبيره او واحده الاستفندية كده زي ما انتم شايفين اهيت. كيلو دقيق دوت هيعمل معايا حوالي كده يعني 23 24 رغيف فينو. بصوا بقى هقطع العجين بتاعي كله الاول وبعد كده ابدا ان انا اكورها، عشان بس اتاكد ان الكور بتاعتي كلها قد بعض، بحيث ان لو واحده كبيره وواحده صغيره اخد من دي احط في دي. شايفين يا جماعه بالشكل دوت. هقطع الكور بتاعتي كلها الاول زي ما قلت لكم، وبعد كده اروح مسويها. شايفين بقى قطعتها بالشكل دوت اهو. هبدا بقى ان انا اسويها كده. شايفين مثلا بتبقى واحده كبيره واحده صغيره، احاول اخليهم كلهم قد بعض. طبعا عينك ميزان. بس يا جماعه كده هو طبعا مش كلنا متوفر عندنا ميزان في البيت، فعشان كده احنا هنحاول بعيننا كده نخلي الكور كلها قد بعض. هقطعها بقى واسويها انا مع نفسي وبعد كده ارجع لكم. سويت الكور بتاعتي بالشكل دوت. انا قطعت جو معايا الكميه ديت، وفي كمان 2 على صينيه تاني. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. عندي بقى المكان اللي هفرد فيه بالشكل دوت هدهنه كده شويه من الزيت. شايفين يا جماعه ببدا اخد كل كوره كده، طبعا بعد ما ارتاحت شويه سبتها حوالي 10 دقايق ارتاحت عشان بس تتفرد معايا بالصوره اللي انت شايفاها دي. هبدا بقى اجيب كل كوره افردها بايدي بالشكل ده، وبعد كده اروح عاملاها رول بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين يا جماعه بالشكل ده. هقفلها كده من الناحيتين من الجنبين، واروح دايسه عليها في الاخر بعد كده. بس يا جماعه بنفس الشكل كده بالظبط. وبعدين هروح جايبه الرول اللي انا عملته دوت واروح دايسه عليه تاني بالشكل ده كده. شايفين؟ طبعا هو باين قدامكم ان هو رفيع، بس بعد ما يختمر هيبقى اتخن من كده. طبعا دهنت ايدي ودهنت الصينيه تاني، وبدات بقى ان انا ابططها بالشكل ده كده. شايفين يا جماعه سهله جدا وبسيطه. وهبدا بعد كده اروح مقفله بالشكل ده. طبعا انا مسرعه الفيديو عشان بس ما يكونش وقت طويل عليكم. شايفين يا جماعه؟ طبعا سهل جدا. بس كده، وبعد كده نرجع نفردها تاني بالشكل ده. الشغل كله بايدينا، مش محتاج نشابه، مش محتاج فرد ولا عجن ولا اي حاجه. شايفين؟ سهل جدا. شفتوا بقى يا جماعه سهل جدا ازاي. هكمل بقى انا الكميه بتاعتي وبعد كده هوريهولكم. بس الاول جبت هنا صاج ودهنته طبعا من الزيت وحطيت فيه الفينو بتاعي. بصوا نلاحظ لازم نخلي فراغات كده مكان بين كل واحد والتاني عشان بس ما يلزقش في بعض. شايفين يا جماعه؟ سيبه بقى يخمر وبعد كده ارجع لكم تاني. دي كل كميه الفينو يا جماعه بعد ما خلصت. بصوا بقى عندي هنا شويه كده من اللبن البودره، يعني ممكن نقول مثلا معلقه صغيره على معلقه صغيره من النسكافيه اهوت. ما نكترش يا جماعه عشان ما يقعدش، وبعد كده نرمي بقيته. نعمل يا دوب على قد الفينو بس، على قد دهان الوش يعني. هنحط عليهم شويه من الميه اهوت ونقلب كده كويس، وكمان معلقه صغيره كده من الزيت. بس كده هنقلب بقى الكلام ده كله كده كويس جدا مع بعض، وكده يبقى الدهان بتاع الوش. لو مش حابين نعمل الكلام ده، حابين ندهنه مثلا بزبادي، حابين ندهن الوش لبن، حابين ندهنه بيض، بيض مع معلقه لبن مع معلقه خل، براحتنا خالص. بس طبعا الدهان دوت بيديله كده لمعة من فوق، وزي ما هشوف اخر الفيديو بيخلي الفينو بتاعنا جميل جدا وكأنه جاهز بالظبط.
بصوا بقى هنجيب بقى الدهان اللي احنا عملناه ده. بصوا الفينو بسم الله ما شاء الله، لو اكبر خمر ازاي. وطبعا ما فيش واحد ده لازق في التاني، لان احنا سيبنا فراغات زي ما قلت لكم في الاول. بصوا هندهنه، ونلاحظ ان احنا وبندهن الفينو بتاعنا يا جماعه ما ندوس عليه كده عشان ما نطلعش الهواء اللي فيه لما اختمر. ندهن بالراحه خالص كده الوش من فوق. هندهن بقى كل الكميه بتاعتي بنفس الطريقه كده. وطبعا سبق وانا مشغله الفرن. هندخل بقى الفينو بتاعنا دوت على اعلى درجه حراره، يعني درجه الحراره عندك لو 200 هنشغلها 200، لو اعلى هنخليها اعلى من 200. طبعا على اعلى درجه حراره. هنشوفه اول ما يحمر من تحت ونروح مشغلين الشوايه من فوق. شايفين يا جماعه الفرن الفينو بتاعي؟ شايفين جميل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ودلوقتي بقى اطلعه من الفرن واسيبه لغايه لما يبرد خالص واوريه لكم. كده الفينو بتاعي يا جماعه خلص وكمان برد خالص. تعالوا بقى نشوفه. تعالوا كده نشوفه مع بعض. شايفين جميل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين طري خالص وهش خالص، وكمان قطني من جوه اهوت وجميل. واحلى حاجه فيه يا جماعه ان هو بيشبع، مش زي بتاع بره. بتاع بره مهما ناكل منه نحس ان احنا مش بنشبع، بيبقى خفيف خالص كده. بصوا دوت. بصوا جميل ازاي، وليه طعم وليه ريحه عن بتاع بره. ريحه المخبوزات في البيت يا جماعه دي لوحدها كفايه. يا رب بقى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير وكمان اشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. وباي باي.